مرض ارتفاع ضغط الدم بيلقب بالقاتل الصامت لأنه في كتير من الأحيان مش بيسبب أعراض. ورغم إن حوالي 90% من حالات ارتفاع ضغط الدم بيكون سببها مش معروف، إلا إن اتباع نمط حياة صحي وتغيير بعض العادات الصحية الغلط بيكون أول خطوة بتوصي بيها الإرشادات العلاجية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم. ومن أهم العادات الصحية اللي هتساعدك تظبط ضغطك، أولا قلل الملح والدهون المشبعة في أكلك، وتقدر تحقق النصيحة دي لو زودت ثمرة فاكهة أو خضار مع كل وجبة، لو استبدلت طبق البطاطس المقلية بطبق سلطة، لو جربت يوم في الأسبوع تاكل أكل من غير ملح وتستبدله ببهارات أو أعشاب طبيعية لتحسين الطعم، لو قللت من استهلاك الأغذية المعلبة اللي فيها نسبة عالية من الصوديوم. تاني عادة صحية مهمة هي إنك تتحرك أكتر وتبذل مجهود جسدي أو تلعب رياضة على الأقل نص ساعة يوميا. تقدر تحقق النصيحة دي لو جربت تطلع السلم بدل ما تطلع بالأسانسير، لو اتمشيت نص ساعة في اليوم، أو حتى تجري في مكانك وانت بتتفرج على التلفزيون. تالت نصيحة هتساعدك تظبط ضغطك إنك تقلل وزنك بنسبة من 3 ل 5%، وده تقدر تحققه لو اتبعت أول نصيحتين أو اشتركت في برنامج دايت خاص. رابع نصيحة إنك تهدي أعصابك، تقلل من القلق والتوتر، تحاول تتجنب الأشياء اللي بتحطك تحت ضغط. حاول تشارك عيلتك وأصحابك أنشطة ممتعة بالنسبة لك. ممكن تجرب تمارين التأمل أو المديتيشن، زي إنك تقعد في جنينة هادية أو على شط البحر أو حتى في الغيط عندكم في البلد. المهم إنك تفصل دماغك من ضغوط الحياة. وأخيرا حاول تقلل تدخين، مش هيبقى التدخين وضغط الدم على قلبك وشرايينك. ولو عاوز تعرف أكتر عن ضغط الدم، تابع السلسلة دي على ميديكاتون.